يا ليلة العيد أنستينا سأنقر لايكا. يلا بينا. أنستينا وجددت الأمل فينا يا ليلة العيد. أهلا أهلا يا أخوي. أهلا يا أخي. ازيكم عاملين ايه؟ كويسين؟ كحكوا البسكوت خلاص استوى؟ جاهز لكحك العيد؟ ازيك يا عزيزي عامل ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم وشك في صالح أعمالكم دوت وانت مش بتذاكر. وجعل الله أيام صيامكم رحمة ومغفرة وعتقا من النار. متوتر انت وعايز تعيد وفي نفس الوقت ضميرك كده أهو لسه في حتة شغالة. كمل الفيديو يا عم وهبسط. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتاخد الفيديو تبعته لصاحبك وقول له دكتور هوبا بيعيد عليك. وقول له بيقول لك دكتور هوبا روح اسمع الفيديو بتاع التحدي بتاع 8 ايام اللي هنمسك فيه الاحياء نلمها كده ونعصرها ونضغط عليك كده. فانا بعيد عليك بالتحدي ده. تعال نتفق يا عزيزي ان صاحب بالين بالظبط كده كداب. يعني ايه؟ يعني حضرتك في اليوم ده هتفضل حابس نفسك في الاوضه بس في نفس ذات الوقت ما انتش بتذاكر، لان هيبقى ساعتها في بال في الكتب وبال تاني خالص هتلم عيديه كام يا مادي. انا يا بنتي وربنا قال لنا في كتابه العزيز في سورة الحج بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العظيم. فهقول لك على حاجة أنت هتحب تسمعها. فلأجل أننا مسلمون وتعظيم شعائر الله فريضة فحضرتك هتقوم تاخد شاور العيد وتنضف وتجهز وتلبس لبس العيد وقلبك يزقطط وأنت سامع التكبيرات، تنزل مع عيلتك فرحان وتصلي العيد وتاكل كحك وبسكوت ست الكل وما تتقلش عشان كرشك هيسوحنا، تقعد مع عيلتك وتاخد عيديتك وبعد المغرب للأسف هقول لك ما تذاكر. كمل اليوم معانا. ايه الطعابه والحلاوه دي اقسم بالله. اخرج اتفسح كبت الثانويه العامه كله طلعه في اليوم ده. ما تفتحش كتاب اليوم ده، ما تفتحش كتاب. ده لمين؟ لكله الا لشخص واحد بس اللي كان بيعيط طول السنه. هو ده الوحيد اللي ملوش اصلا لانه ضميره ميت. هو مش محتاج ان انا اقول له اصلا. لكن انت فعلا لو انت خلاص كبت والضغط وي نايم ضميرك على كلامك اليوم ده وهتقعد وهتسهر وتجيب فشار وتروح مطرح ما تروح وتيجي وتصحى تاني يوم براحتك عادي جدا، تاكل الكحك والبسكوت وتقعد مع عيلتك شويه وتاخد العيديه بتاعت تاني يوم من الناس اللي كانوا بيزوروكوا. اذان الظهر انت كطالب ثانويه عامه العيد في خروجاته وفي فسحه وفي لعبه كان يوم اول. بعد كده ارجع طالب ثانويه عامه تاني. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ شعائر العيد من ناحيه المواعيد على الناس ولو ليك عيديه والكلام ده قضيه، ولكن طول اليوم هترجع زي ما كنت. تمادي في الراحه بيجيب راحه. العيب مش انك تاخد الراحه، العيب انك ما تعرفش ترجع منها. فانا احب اقول لك اول خطوه للشيطان يتمكن منك ويخليك فعلا متسوح وانك تمد روحك. انت واجب عليك انك تاخد يوم العيد اجازه تفصل من الدنيا كلها. تفتكر اجازه اخر السنه؟ اعمل زيها بالظبط. انت مش طالب ثانويه عامه في اول يوم، تاني يوم لا ارجع تاني وشد معانا. وبالنسبه للناس اللي بتقول انا لسه في اجازه تاسع يوم من العيد يا دكتور، دي مش استراحه محارب، ده استراحه بجح. ادخل اوضتك قهوتك افتح الحصص المتراكمه. هو انت مراكم حاجه في الاحياء؟ ده انت يومك اسود، يومك اسود، يومك اسود. والله انا زعلي وحش. انا هعمل نفسي ما سالتش السؤال ده ليه؟ لان كان في تحدي إن احنا اعلنا عنه الفيديو اللي فات. التحدي هيبدا ثالث يوم العيد، فكده كده غصب عنك انت هتلتزم. كده نكون عيدنا وفرحنا وسقطتنا. زغطت، ايوه زغطت عمال اقول لك زغطت. انت ايه؟ مفيش بني ادمين جواك. وخدنا عاديتنا وقعدنا مع اهلنا وفصلنا وشحنا ورجعنا تاني لمذاكرتنا. الهدف بتاعنا كان اعاده شحن النفس بما يبهجها. بشحنها لايه بقى؟ هنفتكر طريق لان في طريقي حلم لن انساه. كل ما تنسى دكتور هوبا هفكرك. السلام عليكم.